عسلامتكم، مرحبا بكم في أسترولاب تي في في إعداد جديد من فهم علاش مع ضيف جديد وموضوع جديد دائما في قلب الحدث السياسي. نعرف الكل أنه نهاية الأسبوع الماضي كانت حية شوية سياسيا، مصادقة على الدستور تلتها مصادقة على تركيبة الحكومة الجديدة. بدأت تعليقات الأحزاب والتحالفات السياسية، والبارح شفنا ندوة صحفية للجبهة الشعبية. هذاك علاش اليوم ضيفنا الناطق الرسمي للجبهة الشعبية سي حما الهمامي. مرحبا بك حما في أسترولاب تي في. اهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافه. طبعا باش نشوفوا موقف الجبهه، احترازاتها او تحفظاتها على تركيبه الحكومه، انتظاراتها من الحكومه، مدى التزامها بخارطه الطريق، اي مسير لتحالفات الجبهه الشعبيه. هذه الكل نقاط باش نحاولوا نتعرضوا لها اليوم. لكن قبل ما ننطلقوا في النقاط هذوما نحاولوا ناخذوا فكره، جزء من اللي صار اللي تقال البارح في الندوه الصحفيه اللي كان عقدتها الجبهه الشعبيه في حد نزل العاصمه. شوفوا كذلك ندوه صحفيه تعقدت البارح لحزب المسار في نفس التوقيت. فما نرجعوا نعمقوا النقاش في الموضوع هذا. شوفوا الفيتير الاولاني للندوات الصحفيه ثم نرجعوا للاستديو. لأن الجبهة الشعبية اللي من وقت الاستعمار وهي إلى جانب المتحد، ثم احنا عندنا اعتراضات وعندنا احترازات على شخصيات داخل هذه الحكومة أيا يكون الأمر. اليوم سي مهدي جمعة عنده فرصة ثالثة، هي أنه يلتزم بالمهام اللي تنص عليها خارطة الطريق. على هذا سوف نتعاطى معه، وعلى قاعدة هذا سوف نحاسب هذه الحكومة. والحكومة هذه احنا من اول الناس المعنيين بان تنجح في ادائها، على خاطر نجاحها هو نجاح للجبهة الشعبية اللي هي اول من ندت بالحوار الوطني اللي نتجت عليه هذه الحكومة، وعلى خاطر في نجاحها نجاح للمرحلة الانتقالية ونجاح للانتخابات القادمة. الامر برحيل حكومة سيد الحكومة هذه فيها زوز مجموعات من الوزراء، مجموعة تلبي شروط خارطة الطريق، كفاءات مستقلة على نفس المسافة من الأحزاب السياسية، ومجموعة ثانية للأسف لا تلبي الشروط هذه متاع خارطة الطريق. وفيها من كان في الحكومة السابقة وبقى، فيها من كان رئيس ديوان تحول إلى وزير، فيها من كان قريب من وزير شؤون دينية أصبح وزير شؤون دينية. هذا معناها هذا من المعطيات خلينا أنا هذاك اللي هزنا للتحفظ، وبالتالي عبرنا عن الموقف هذاك. ولكن هو موقف سياسي قبل ما يكون موقف للإطاحة بالحكومة ولا الإبقاء عليها، هو موقف سياسي. زعما يا حكومة رانا داعمينك إلى حد ما، ولكن ما نجم داعمينك لحد ما، وبالتالي خدمة الحكومة هي اللي باش تخلينا نشعروا أن غلطنا، وبالتالي احنا سنساندها سندعمها إذا مشيت في الاتجاه الصحيح. باهي، شفنا اذا المقتطفات هذيا، فما شويه تقارب في زوج مواقف. ولكن خلينا ساعه نبداو بالجبهه الشعبيه. اتهمت معناها توال حكومتي الترويكا الاولى والثانيه بهيك القولة الشهيرة متاع حطان العصا في العجلة. الجبهة الشعبية الحكومة مازالت كي تكونت جديدة من هوني، وبدأت الانتقادات. علاش الجبهة الشعبية معناها مازلنا كي بدأت الحكومة مازالت ما بدأتش معناها تخدم، والجبهة بدأت تقول أنها عندها تحفظات وعندها احترازات على بعض خيارات سي مهدي جمعة. هي تو إذا كان نرجعوا للكلام اللي قال قبل في علاقة بزوز حكومات، سي حكومة سي حمادي الجبالي وحكومة سي علي العريض، نشوفوا النتيجة. كلام الجبهة صحيح ولا غلط؟ هم فشلوا الزوز. إذا الكلام اللي قالته الجبهة هو شيء غلط. الأيام والأحداث معناها أكدته، والتوانسة وصلوا في حكومة سي علي العريض اللي يعرضك في الشارع يقول لك وقتاش الغمة هذه مش توفى. الدور نتاع الجبهة الشعبية ودور السياسي بشكل عام مش راهو يقول خلي الحكومة تخدم تو بعد نشوفوا. دور أنه ينبه إذا كان البلاد مش تمشي في ثنية غالطة، يلزم يقول راهي البلاد مش تمشي في ثنية غالطة، مش نستناو البلاد اللي تغرق وبعد نقولوا ها هي غرقت. وقت هكا الناس كل مش تفيق غرقت. أما شكون اللي دوره باش ينبه؟ هو السياسي. بالنسبة للحكومة نجي هنا الحكومة نتاع سي مهدي جمعة، احنا شو ما بينه وما بين سي مهدي جمعة؟ علما وانا ناقشنا معاه لمدة ساعتين على أول ما سمى. عندنا خريطة طريق. ناقشتوا معاه اسماء ولا لا؟ لا ما ناقشناش، رفضنا باش نناقشوا معاه الاسماء. فقط ثم بعض اسماء جبدت منها وزير الداخليه. ف
قلنا له احنا ما بيني وبينك خرط طريق. خرط الطريق ايش فيها؟ فيها حكومه كفاءات مستقل هكا ولا فيها سي حسين عباس مش قال ورقه بيضاء ولا بعباره اخرى الحكومه الجديده ما يلزمش يكونوا فيها ناس متحزبين وما يلزمش يكونوا فيها ناس كذلك عندهم بشكل او باخر مواقف سابقه ضروا بها البلاد او ضروا بها فهمتي منها الشعب التونسي في مجال من المجالات. هذا النقاش ناقشناه معاه وقلنا له راهي تونس تزخر بالكفاءات ما شاء الله. راهو عندك من الناس ما تنجم تختار والجبهه الشعبيه باش تخليك تخدم على راحتك ما هيش مش تقترح عليك حتى اسم رغم اللي قلنا تحفظنا عليك لانك كونك كنت في الحكومه تاع سيادة العريض هذا يمشي يقلقك لانك مش يخليك تحت نوعا ما من الضغط. وقلنا له انا مش نشوفوا تطبيقك لخرط الطريق بدءا بالتركيبه. جات التركيبه شو المشكله في التركيبه؟ اعتبرتوه فشل في اول امتحان الى حد ما لان بالفعل الكلام اللي قاله سي سمير الطيب توا قال ثم مجموعه ومجموعه. النجم نقول لك ثم زوز حكومات ثم حكومه تقنيه وثم حكومه سياسيه. احنا مشكلتنا مع الحكومه السياسيه الجبهه الشعبيه لان الحكومه السياسيه هذه هي المش تحضر الانتخابات وهي المش تنظر في الملفات الاساسيه. الحكومه السياسيه نبداو بسي لطفي بن جدو. سي لطفي بن جدو نأكد ونعاود ما عندناش معاه مشكله كشخص ولكن تحب ولا تكره عنده مسؤوليه سياسيه امنيه اخلاقيه في اغتيال المراهن. هاو باش نرجعوا لهم بكثر مش عندنا نفوتها. اذا فرساله للاطمئنان للعائلات وللشعب التونسي يصير التغيير هذا مع العلم وانه تغيير كذلك الدواليب معناها الوزاره. هذه حاجه مهمه لانه ما ثمش كان الوزير ثم المديرين العامين وثم الاوضاع داخل الوزاره. بالنسبه لسي حافظ بن صالح سي حافظ بن صالح عندنا مشكله مع شخصه باش نكونوا واضحين. احنا ماناش فاهمين في الجبهه الشعبيه كيفاش شخص اللي 20 سنه وهو يحارب في الحركه الحقوقيه التونسيه الى جانب بن علي. حارب معناها كريم حاربها وهاي الوثيقه عندي في عام 92 وقت اللي ثم 7 أو 8 على الاقل ماتوا تحت التعذيب من حركه النهضه. واضطر بن علي باش يعمل يكلف سي رشيد ادريس وقت الهيئه العليا للحريات وحقوق الانسان باش يعمل تقرير. اضطر اضطرارا وتقرير كان مزور في الاخر. شكون كان وقتها مسؤول في وزاره العدل مكلف بحقوق الانسان ودوره وانه باش يغطي على الانتهاكات ها هو سي حافظ بن صالح. كذلك وقت اللي ربط حقوق الانسان ضربت في عام 2000 عملت مؤتمر ديمقراطي نذكروه الناس كل خرج سي مختار الطريفي رئيس فصار حولها انقلاب وعطلوها بطبيعه الحال عن طريق المحكمه. شكون قام يدافع على القرار هذاك؟ سي حافظ بن صالح. ثم في عام 2009 وقت اللي صارت المرصد الوطني للانتخابات وقت اللي بن علي يزور الانتخابات في كل المراحل في 2004 في وقبل 2004 في 2009 المرصد الوطني للانتخابات اللي كان دوره انه يبيض التزوير شكون كان فيه؟ كان فيه سي حافظ بن صالح. هذه تصريحات سابقه فما سمعنا كلام يقولوا ما يلزمناش نحكموا على تصريحات ونحكموا على هذا ماهوش يجيو نستناو الراجل يخدم على روحه ومن بعد نحكموا عليه. سي ايمن مش تصريح هذا انسان غدوه ربما يمشي المحكمه لان الفصل 8 من قانون العداله الانتقاليه يعتبر وان جريمه انتهاك الانتخابات المشاركه في تزوير الانتخابات بشكل او باخر جريمه غير قابله للتقادم. هذا مش يصرح هذا مشارك. سي حافظ بن صالح مشارك. طيب الجبهه توا هل انها قدمت مجرد ولا اعطت رايها معناها وضحته للراي العام ولا باش تعمل على اقناع رئيس الحكومه بالتراجع في بعض التعيينات وتغييرها ولا فقط هكا انا برأنا ذمتنا معناها؟ لا ما برأناش ذمتنا طالبين باش تراجع. اما نحب نرجع المساله هذه وقت هذاك نجيبوا بن علي وانتهى. علاش ما نرجعوش بن علي وزاد نبرئوا له ذمته؟ لهنا أنا الكلام اللي نحب نقوله سي مصطفى المرزوقي وسي مصطفى بن جعفر اللي كانوا اعضاء في رابطه حقوق الانسان في 92 وينوا الخطب نتاعكم على حقوق الانسان؟ وينوا الحديث نتاعكم على قانون تحسين الثوره وغيرها؟ نكتشفوه من بعد اللي هو كلام ماهوش مربوط بممارسه لان رجال القانون ونساء القانون اللي قادرين باش يشدوا وزاره العدل عددهم كثير وكثير جدا وثم فيهم ناس اللي شرفوا تونس قبل. اما موش ينتفع يربح في وقت بن علي ونعاودوا نرجعوه وقت الثوره باش يربح على حسابنا واكثر من هكا. انا شاركت في الحوار الوطني وقت طرح اسم سي حافظ بن صالح
فكان اللجنه نتاع الخبراء نتاع الدستور الاغلبيه رفضته. تعرفش علاش رفضته؟ العام اللي فات جابوه باش يدافع على الشريعه في الدستور. ليش بيكم خايفين منها؟ كان يخدم في بن علي، اليوم خدماته اللي فات حركه النهضه. نسالك سي ايمن، وزير في الحاله هذه وعنده الملفات هذه، هذا مش نجم يكون وزير العدل وحقوق الانسان والعداله الانتقاليه، هذا مش نجم يجد ملفات ديما مش يتحرك باش يدوا له دوسيه. طيب الجبهه الشعبيه هنا شنو هي اليه الضغط اللي عندها؟ معناها شفنا الجبهه اعترضت على مهدي جمعه ثم قبلت عن مضض على مضض معناها تعيين مهدي جمعه. اليوم الوزراء هذوما معناها احترزتوا على سواء كان وزير العدل وحقوق الانسان او وزير الشؤون الدينيه او وزير الشؤون الدينيه منير تليلي او وزير الداخليه. شنو تنجم تعمل الجبهه اليوم؟ باش تهبط للشارع مره اخرى باش تعمل ضغط سياسي؟ المجلس التاسيسي فسر لنا شويه. هو ضغط طبيعي جدا وانه ضغط سياسي. احنا ساعه في مستوى اول بالنسبه للمستقبل لكل حادث حديث. لكن اليوم سي مهدي جمعه اش قال وقت وقع تنصيب حكومته؟ قال لي اذا كان ثم ضروره باش نراجع انا مش نراجع. حتى نسمعوه سي مهدي جمعه. نحن اليوم في المرحله هذه طالبينه باش يراجع. ولهنا نحب نوضح مش نحن بركه، مش الجبهه الشعبيه. ما سمعناش المسار اش يحكي تو. انا سمعت النهارين في بعض اذاعات خاصه قياديين في نداء تونس، سمعت حتى ناس من خارج هالاحزاب هذه. الناس كلها عندها احترازات على التركيبه، عندها احترازات. ونحن علاش نجبدوا على الاحترازات؟ مش مشكل باش نحطوا العصا في العجله، لانك باش تنجح ضروري تكون عندك ضمانات من الاول، تكون عندك ضمانات من البدايه. وزير الشؤون الدينيه اخي مش نحبسوا نحن حملات التكفير في المساجد وقت اللي انت حاطط متشدد ديني الناس كل يعرفوه. اكثر من هكا تصريحات ضد مثل الحوار الشخصيه. هذا يتماشى مع الدستور؟ الدستور ما فيش هو الفصل 45 اللي يقول الحفاظ على مكتسبات نساء تونس، هو ضدهم هذا. اذا هنا من واجب الجبهه الشعبيه ان تقول للتوانسه الحقيقه، ونحن نقولوا الحقيقه ونتحملوا مسؤوليتنا وما يقلقناش. يقولون جماعه ضد وجماعه لا وجماعه غيرها، لانهم من بعد اللي توا ينتقدوا في الجبهه اللي هي خذت موقف هذا من بعد 3-4 اشهر كي تظهر حقائق في وزاره العدل ولا غيرها، تو تشوف اللي ما يولوا ثوريين اكثر من الجبهه، واللي ما يولوا ينقدوا في وزير العدل اكثر من الجبهه، رغم انهم اليوم ينتقدوا في الجبهه. باهي، فما في الاطار هذا احنا حبينا نشوفوا المناخ العام في البلاد. ظهر لي فما نسبه من الارتياح، فما سولاجمون بعد المصادقه على الدستور، تشكيل الحكومه. معناها البارح حاولت البارح لفامي معناها عدات القسط الثاني من القرض الائتماني اللي تقريبا بالدينار 750 مليون دينار تونسي. كيفاش تعاملتوا في الجبهة الشعبية، خاصة أنكم في فترة من الفترات ظهر لي تحركتوا ضد القروض هذه اللي جاية من اللي تسميوها الدوائر الامبريالية؟ هي دوائر امبريالية بالحق. كمان انفراج هذا وكأنه معناها ما ثماش دولة ربحت. أي. هذا نقول لك انا الخبراء نتاع الاقتصاد يقول لك الدوله تربح هي اللي تعمل اولا على طاقتها الساعه. اما خلينا الساعه نحكوا على جو الانفراج. الجبهه الشعبيه تعتبر ان الدستور هذا مكسب كبير رغم فيه ثغرات. فيه ثغرات، ولكني كي يشوفوا حركه النهضه اش كانت حابه من الاول دستور يؤسس استبداد جديد، والحركه الديمقراطيه اش اعطت دم شكري واعطت دم الابراهيمي واعطت دم المفتي، جنود واعوان. انتم الاعلاميين خرجتوا للشارع، القضاة، المحامين، المعطين العمل، النساء، هذا من كله اللي خلاو والنضال كذلك داخل المؤسسه. النواب نتاع الحركه الديمقراطيه والنائبات هم اللي اعطاو هالمكسب هذا. لكن اللي صادق عليه 99% من نواب حركه النهضه صادقوا على الدستور. معناها اسمعني، وما كانش عندهم خيار اخر سي ايمن، ما كانش عندهم خيار اخر بعد الانهيار نتاع الحركات الاخوانيه في العالم العربي وبعد الضغط اللي صار عليهم في تونس. لانه لو كان ما صدقوش عليه مش يلقاو روحهم في عزله مقيته وتم. ولكن حاجه باهيه انهم صدقوا عليه. بالنسبه للحكومه لا، احنا نعتقدوا وانه بالنسبه للوضع الاقتصادي ما يكفيش فقط انه يصير انفراج سياسي، لابد من انفراج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. احنا الجبهه الشعبيه وكل الاطراف الاخرى جبهه الانقاض احنا مراجعه الميزانيه. احنا نعتقدوا ان الحل في المراجعه نتاع الميزانيه، لانه اش عطات توا صندوق النقد الدولي 750 مليار. تعرف اش لازمها تونس؟ 6000 و7000 مليار. هذا ما مش يحلوا المشكل هذا، وبالتالي لازمنا هم 2 مليارات وشويه. معناها هذا القسط الثاني. هذا القسط الثاني. اما نحن لازمنا اولا قبل كل شيء ساعه نراجعوا الميزانيه، لان القضيه ما قضيه نتاع موارد. الموارد عندنا منين نجموا نوفرها. والجبهه الشعبيه
هذا صرحنا به البارح في الندوه الصحفيه، في بدايه الاسبوع الجاي او في وسط الاسبوع الجاي باش نقدموا مشروع ميزانيه بديل باش نوريو كيفاش، وانا راه ثم امكانيه تاع موارد. ثم قضيه طرحتها الجبهه الشعبيه من قبل وما سمعوناش فيها. اخي ما نجموش نطلبوا نحن تجميد دفع المديونيه لمده عام او ثلاثه. تعليق باش نشوفوا انا مش نقول لهم راه ماناش باش تعطوكم فلوسكم، رانا نحبوا نثبتوا في الفلوس اللي عطيتوها لنا باش نحو اكل سموها هي المديونيه الكريهه. الديون الكريهه في علاقه بالديون بن علي معناها. هاو باش نجيو باش نعمقوا الحديث توا. لا الاداءات المديونيه بالنسبه للاداءات علاش ما مسيناش القضيه نتاع الجبايه في تونس؟ والحال وان تعرف اليوم السوق الموازيه فقط قرابه 50% من الناتج الوطني الخام، هذا الناس ما يدفعوا حتى فرنك. علاش نرجعوها اتوات واداءات على الشهر؟ هذا ما مدخل التقصف نتاع الدوله، التحكم في نفقات معناها نتاع الدوله، وعديد عندك عديد الامكانات اللي نجموا معناها نعملوها، وهذا باش نشرحوها الاسبوع الجاي للراي العام باش تنجم توفر معناها موارد او قسط الاوفر بالموارد اللي حاجتها بها. هل انه الحكومه هذه قادره على مراجعه السياسه الاقتصاديه لتونس ولا لا؟ خاصه وانها معناها حكومه انتقاليه نحبوها تهزنا الانتخابات تطبق خريطه الطريق وما نجموش نحملوها اكثر من اللي تتحمل. هاو باش نجيو الموضوع هذا من قبل. خلينا نسمعوا علي العرايث في خطبه الوداع كان نحبوا نسميوها، ومهدي جمعه كيفاش دافع على بعض وزراء اللي اثاروا الجدل. شوفوا الفيتير الثاني ثم نرجع نعمقوا الحديث في النقطه الثانيه. نحب نشكر هذا الفريق الحكومي اللي خدمت معاه واللي قدم إن شاء الله أقصى ما يستطيع بكامل النزاهة وبكامل الحرص على المصلحة الوطنية العليا. أقدر أننا نجحنا في كثير من الأشياء، وأكيد بتكون ثم أخطاء أتركها للناقدين وليقيموا اليوم وغدوة وللمؤرخين. أقدر والتقييم للآخرين أننا منعنا بلادنا من كثير من الصعوبات والمشكلات، وأحمد الله تعالى على ما تحقق. وقت اللي نشوف ونقارن بعض البلدان شبيهة واللي تمر بنفس المراحل، نقول من المؤكد أنه النجاح اللي حققناه لحد الآن جزء كبير منه والجزء الأكبر منه قائم في معناها كامل في وعي شعبنا في وعي نخبنا، وكذلك في حسن إدارتنا لهذه المرحلة. نحاول نجيب فريق جديد pour faire le chose positif. إلا في حقيبة الأمن الإشكال كونه عنا تعرفوا التهديدات صار تحسن في المدة الأخرى في المردود الأمني، يعني كي نقول تحسن ماناشي مازال فما ما يتعمل وما زال فما بناء، ولكن وصلنا لتوازن هش. الاختيار كان هو في التواصل، عدم المجازفة بالإخلال بهذا التوازن، والاختيار الأخير اللي توافقنا له كان التواصل مع التدعيم. وذلك علاش زدنا وزير لدى وزير الداخلية مكلف بالشأن الأمني، وإن شاء الله باهي. شفنا نجاح في كثير من الأشياء، شفنا منعنا بلادنا من مخاطر ومسارات خايبة صارت في بلدان أخرى كما مصر وليبيا مثلا ولا سوريا، ونجاح الجزء الأكبر معناها راجع لحسن الإدارة من الفريق القديم. كيفاش تعلقوا على كلام رئيس الحكومة المتخلي علي العرايث؟ هو الغالبية الساحقة من القوى السياسية والمدنية يقول الحكومة هذه فشلت. ثم كان سي علي العرايث يقول راهي نجحت. إذن شنو رأي شكون؟ رأيه هو ولا رأي المجتمع المدني؟ اللي هي المبادرة نتاع الرباعي، الوثيقة نتاع الرباعي هذيك، وخرطة الطريق كلها قائمة على شنو؟ قائمة على مقدمة نقول أن ثم فشل أمني، فشل سياسي، فشل اقتصادي، وفشل اجتماعي، وفشل دبلوماسي، لأن نحن قاعدين ننساو في الفشل الدبلوماسي. إذن الفشل في اعتقادي ما يتطلبش برشا تدقيق. ما كيفاش احنا أنا في اعتقادي كان أوضاع تونس تكون خير برشا من اللي وصلته. القضية الكل وين؟ في الإدارة السياسية السليمة ما توفرتش، وبالتالي سي حمادي جبال تذكر وقت اللي قال فشلنا، سي علي العرايث ما يحبش يقرر، ولكن واقعيا رحيله وذهابه هو كان بسبب هذا فهمتنا الفشل.
باهي هنا فما قراءة أخرى تقول اللي الحكومة هذه عملت ما استطاعت رغم كل محاولات التعطيل والعرقلة، وهناك من تحدث عن مؤامرات ودول أجنبية دخلت على الخط باش تعرقل عمل الحكومة، لكنها اتسمت بالرصانة السياسية، أدارت المرحلة بحكمة وحنكة، ثم معناها في سابقة في البلدان العربية سلمت الحكم إلى معناها مجموعة من الكفاءات، وسمعنا سي مهدي جمعة معناها تسلم مهامه ودافع بنوع من الموضوعية. قال لك هالوزير هذا سي لطفي بن جدو معناها ما صادق ربي بدا يشد في الخيوط نتاع وزارة الداخلية ويتلهلنا بالإرهاب ويركح في الظروف الأمنية، فخيرنا أنه نواصلوا معاه معناها نزيدوا توا من الأول نعاودوا نمشكيوا الأوراق في وزارة الداخلية. ظهر لي صعيبة شوية الحكاية، كيفاش تعلقوا على القرار هذا؟ والله شوف بالنسبة للساعة للجانب الأولاني التقييمي هذا أخي شكون شجع الجماعات الإرهابية خلاها ترتع؟ أخي المعارضة. شكون المسؤول على الأمن الموازي؟ أخي سي علي العريض وقت اللي يحكي توا على الأمن نهار 29 ماي 2012 وقت الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يرجع على نقابي أمني يقولوا راهم جماعة يتدربوا في الشعام يقولوا وليدات يلعبوا في الرياضة. شكون هذاك؟ هذا من الناحية الأمنية. شكون ما شدش أبو عياض قدام جامع الفتح؟ أنا قال لهم خلوها. شكون سفارة أمريكا أو غيرها؟ الرش في سليانة إنجاز من إنجازات سي علي العريض، منزل بوزيان العمران وإحنا ماشيين. من ناحية سياسية أخي سي علي العريض نساوى أنه هو وحزبه وائتلافه جاو على عام، هذا نجاح سياسي تو ضاربين في العام الثالث. من ناحية اقتصادية اجتماعية أخي سي علي العريض وأن حتى الأرقام ذاتها تؤكد وأن زدنا غرقنا أكثر. شكون اللي واصل في نفس الاختيارات نتاع بن علي اللي ثار عليه الشعب؟ هذا خلك فما مؤرخين تو يقيموا بعد. لا مش مؤرخين، لا السياسه نتائج. وهل انه لو كانت حركه اخرى او تحالف سياسي اخر بخلاف الترويكا هل انه كان قادر باش يعطي نتائج مخيره؟ لكن قادر مؤكد وانه كان جاء بالحق تحالف ديمقراطي وفي لاهداف الثوره راهو النتائج كانت افضل بكثير. وراهو الوضع نتاع تونس ماهوش كما اللي عايشينه نحن اليوم. لان حركه النهضه والائتلاف الحاكم وقت يوصلوا للحكم ما خدموش باش يحققوا اهداف الثوره، حبوا ينحرفوا بالثوره يمشوا في ثنيه اخرى ويأسوا لدوله تاع استبداد معناها جديد، يغيروا صوره المجتمع التونسي، يغيروا حتى ما خموش في الاصلاح نتاع الدوله. اخي سي نور الدين البحيري خمم في اصلاح وزاره العدل، تسمع القضاة، تسمع المحامين، اصلاح وزاره الداخليه، اصلاح الاداره، مباشره مشاو في اتجاه باش يحطوا جماعتهم. اخي نسيتوا سي منصف المرزوقي في عام 2013 ايش قال؟ على النهضة قال تضع يديها على مفاصل الدولة. هذا الكل تنساه. الصورة المهتزة لتونس في علاقاتها الخارجية، أقطع مع سوريا، أعمل عركة مع مصر، أعمل عركة مع الإمارات، أخلق مشكلة منا. إذن هذا شكون مسؤول عليه؟ مسؤول عليه الحكومة. هذا الجانب الأولاني. بالنسبة لسي مهدي جمعة وقت اللي دافع، أنا جاوبت سبق وأنا جاوبت عليه. سي مهدي جمعة شكون قال له أقبل المهمة من النهار الأول؟ إذا كان عارف روحه مش يخلي وزراء، ثم كتاب دولة من الحكومة القديمة مش يرقيهم إلى رتبة وزير، فيهم ناس متحزبين. وإذا كان عارف روحه ما يعرفش الدنيا وما يعرفش شكون هما، خاطر مرة صرح مازال ما يعرفش الناس بالكدا. إذا كان ما يعرفش سي حافظ بن صالح هي كيفاش تاخذ أوضاع، تاخذ مسؤولية في البلاد؟ في الداخلية، خلينا في الداخلية. بالنسبة لوزارة الداخلية، الداخلية ظهر لي حتى النقابات الأمنية قالت ما يسالش لطفي بن جدو نواصلوا معاه، لكن فما بعض التعيينات اللي تسميت هذه تعيينات مون بليزير داخل وزارة الداخلية هي اللي لازمها تتراجع. شوف راهي بالنسبة في بلدان أخرى مرات يصير حادثة نتاع حافلة يموتوا فيها ناس، يموتوا فيها بشر. في بلدان ديمقراطية يقوم الوزير يقول أنا أستقيل. وقت الوزير داخلية تجي برقية من وكالة مخابرات أجنبية تقول راهو محمد البراهمي بالاسم مش يقع اغتياله وهو ما يعلمش لسبب أو لآخر، في العادة ما يقبلش. وأنا هنا تعليقا على كلامك، زارونا بعض سفراء أجانب وتجبد حديث، فسألناهم في الجبهة الشعبية قلنا لهم أنتم في بلدانكم لو أن نفس ما حصل في تونس حصل عندكم تعرف تجاوبونا؟
قالوا لنا مباشرة الوزير يستقيل. طيب فما إذا ما يلزمناش ننساو، خلينا في نفس النقطة نتاع وزير الداخلية. مش بعيد برشا على الشعب، مش بعيد برشا على الشعب. في القصرين خرجت احتجاجات كبيرة من أهالي القصرين واللي اعتبروا أنه كيفاش هذا إقصاء لكفاءات الجهة، وسي لطفي بن جدو قاضي ومشهود بالكفاءة والنزاهة، وتم تأجيل الإعلان عن تركيبة الحكومة. ما تعتبرش أنه حكمة وشوية رسانة زيادة بأنه باش البلاد ما ترجعش تشعل، خلينا بنجدوا في بلاصتو باش نراقبوه ونحكموا عليهم بعد. سي أيمن أنت شفتش تصور نتاع جماهير خارجة في القصرين طالب سي لطفي بن جدو؟ لا شفنا مقر الجبهة تعرض لمحاولة حرق واحد. لا خلينا نقول لك حاجة لهنا، الجبهة ما عندهاش مقر في القصرين. هذه كذبة روجت، هما روجوها قالوا راهي الجبهة ما عندهاش مقر. نأكد لك رفاقنا نتاع الجبهة في القصرين قالوا حكاية فارغة، شوشرة مدفوعة الأجر، ثم 4 ولا مجموعة صغيرة بالكل مش أهالي القصرين هما اللي يحاولوا باش يعملوا شوشرة ودافعينهم بعض ناس. هذا جانب آخر بالنسبة للقصرين. أخي هي مشكلة القصرين ولا سيدي بوزيد ولا مشكلة أخرى؟ أخي نحن مثلا سي شوقي الطبيب، الأستاذ شوقي الطبيب، تعرف منين شوقي الطبيب ولا؟ صحيح أصوله من القروان، أما حياته الكل في القصرين. رشحناه رئيس حكومة، نحن الجبهة رشحناها رئيس حكومة. الجانب الثاني الجبهة الشعبية أبعد ما تكون على الجهويات، وبالعكس احنا من جملة النقود للنظام السابق وللنظام هذا هو كون الجهات المهمشة بقات مهمشة. بالتالي هذه الحديث عن أنه القصرين كانت مش تشعل وكل شيء، راهو الكلام هذايا ما هوش صحيح بالكل. أما ثم بعض عناصر اللي عندها مصالح معينة حبت تعمل تحريكة، وهذه موجودة في عدة، تتعمل راهي في عدة منهجيات، ولكن مش أهالي فهمتي القصرين. لكن نهار من باب المزاح قلت لهم راي راضي النصراوي فرشيشيه من تالا ما هياش الجبهه الشعبيه اللي مش تجي مش تقول لا ما يكونش عندنا وزير من القصرين. يا سيدي احنا قابلين حتى الحكومه كلها من القصرين والحكومه الكل من تالا. وبالتالي هذه راهي مساله ما زال يشد الخيوط. تعرف سي ايمن اللي المؤسسه الامنيه ولا الاداره بشكل عام راهي ما تمشيش بالوزير، الدوله تمشي بمؤسساتها. وانت تعرف اللي بلجيكا بقات عام واش من غير حكومه، احنا بلجيكا ما تحتش. هذاك علاش نحن شفنا وانا كما قالوا بعض المعلقين قالوا ثم مصالح حزبيه لابقاء هذا الوزير او ذاك، ولكن نحن بطبيعه الحال اعطينا راينا في الحكومه وسنراقب كما قال سي سمير معناها بالطيب الخطوات العمليه الملموسه. احنا اليوم قدام حكومه امر واقع، تم امر اعطينا راينا وسنتابع. اعطينا راينا قبل في حكومه سي حمادي الجبالي واعطينا راينا في حكومه علي العريض، اعطينا راينا في الحكومه هذه وسنتابع نقطه لانه مش يلقى روحه سي مهدي جمعه قدام خرط طريق التعيينات. والتعيينات مش الولاد فقط، المعتمدين والعمد اللي هم اخطر على الانتخابات. القضيه نتاع حلال الميليشيات سي مهدي جمعه ما تكلمش ولا حنا رابط حمايه الثوره. وانا نقول لك من تو ما ثماش انتخابات برابط حمايه الثوره، تو هم ساكتين اللي صلى الله ينزلوا عليهم راهم يخرجوها من الشارع مش يعتديوا على الناس. هذا راي قلت اعطينا راينا، هذا راي حزب العمال ولا راي الجبهه الشعبيه ولا جبهه الانقاذ ولا اسمعي احنا هنا نحب نقودك شويه بالحديث حول جبهه الانقاذ. ما اوسع من الجبهه الشعبيه. جبهه الانقاذ المتابعين ولا حتى الراي العام محتاج الى رسائل طمأنة حول وحدة المعارضة الديمقراطية وعدم التفتت، وكأنه جبهة الإنقاذ تشكلت من أجل الضغط على المجلس التأسيسي لإتمام الدستور وتغيير هذه الحكومة بحكومة كفاءات. اليوم تحققوا زوج مطالب هذية، كل واحد شد ثنيته. ونشوفوا الندوات الصحفية أو البارح المسار يعمل ندوة صحفية ل11 والجبهة الشعبية تعمل ل11 من بيناتهم أقل من كيلومتر. وين التنسيق؟ مازال فما تنسيق في الجبهة الشعبية؟ سؤالك في بقعة وفي جبهة الإنقاذ. لا سؤالك في بقعة. أولا الساعة الجبهة الشعبية الموقف اللي عبرت لك عليه كناطق رسمي باسم الجبهه الشعبيه، والجبهه الشعبيه البارح برك مجتمعه. لا من ناحيه الجبهه الشعبيه امورها واضحه، صفوفها موحده وعمال وتتعزز. هذه الحاجه بالنسبه لجبهه الانقاذ. بالنسبه لجبهه الانقاذ كلامك صحيح. جبهه الانقاذ كي ترجع الارضيه نتاعها ثم زوز مهمات اساسيه اللي موجودين في خارطه الطريق: الدستور، والدستور صحيح تعمل، وثانيا رحيل حكومه سي علي العريض وعملنا على الحكومة جديدة والحكومة هذه تعملت. هل يعني هذا أن جبهة الإنقاذ وفات؟ احنا النهارين برك على صلة ببعضنا واتصالات. ثم توجه عام أنها ما فاتش جبهة الإنقاذ. أو نجم ونعبروا بصيغة أخرى: العمل المشترك ما بين الجبهة الشعبية والمسار ونداء تونس والقوى الأخرى مازال ما فاش. علاش؟
لانه من ناحيه الحكومه خرطت الطريق. احنا معنيين بالتعيينات، وبقيه اطراف جبهه الانقاذ معنيين بالتعيينات. حاليا رابطه حمايه الثوره معنيين بها، مثلا تاع تحييد المساجد، التحقيق في الاغتيالات احنا معنيين بها. تقريبا نفس المواقف. يعطيك الصحة. باهي نمشي معك ابعد من هذا. هل انه جبهة الانقاذ باش تراقب فقط عمل الحكومة والتزامها باحترام خارطة الطريق، ام انها باش تسعى الى تطوير التحالف هذا نحو جبهة انتخابية؟ ايوه باهي. وحاجة أخرى كي يجوا الانتخابات القانون الانتخابي معنيين به، والمراقبين والملاحظين إلى آخره، المناخ الانتخابي كله احنا معنيين به، مراجعة الميزانية معنيين به. مسألة هذه هل أنها ستتحول إلى جبهة انتخابية وإلا لا؟ وكلنا متفقين أنه سابق لأوان. خلينا الساعة نأسوا لمناخ انتخابي سليم، وقتها مش نناقشوا. أما نمشي معاك الأقصى من هكا. حتى على فرضي ما مشيناش في قائمات مشتركة، حتى على فرضي. ولكن تعرف في السياسة ما تنجمش تقول راهو بعد عام الوضعية مش تكون كما هكا. احنا العام اللي فات كنا نقولوا ما ثماش إمكانية تقارب بينه وبين تونس، وقع قتل لطفي نقذ وشكري وبالمفتي وواحد لقينا روحنا في جبهة انقاذ. في السياسة ما تنجمش بنسبق. حتى على فرضي فإن عندنا برشا من عملوا بعضنا حتى في الانتخابات، في المراقبة، في المناخ منها العام، في هذا الكل مش نخدموه مع بعضنا. راهو هل انه فما في التحالفات فما احزاب باش تدخل باش تخرج؟ نعرفوا اللي اليوم بدينا نسمعوا في بعض التقارب الجمهوري خرج منا نجموا نلقاوه في تحالف اخر، فماش احزاب اخرى باش تدخل بديتوا معناها تناقشوا في الموضوع؟ لا وارد انها توسع، لانه الحوار الوطني يبين وان ثم عده اطراف اخرى سياسيه اللي ماهيش قاعده تحضر تو في جبهه الانقاذ. لقينا روحنا مع بعضنا نخدموا مع بعضنا وعلى نفس فهمت منها المواقف في تقريبا في كل منها القضايا. هذا من الاكيد وان باش معنا نقعدوا مع بعضنا. هل ان مش يبقى اسمها جبهه الانقاذ او مش تاخذ مثلا اسم اخر او شكل من الاشكال؟ هذا وارد. اما متفقين ان ما زال مجال للعمل المشترك ما بيناتهم ومجال هام. ومتفقين كذلك تاكيدا للكلام اللي كنت تقول سيادتك تقول فيه انه راهي اذا كان مش نتفرتوا راهي تونس مش تضر، والانتخابات الجايه مش تضر، والديمقراطيه راهي مش تضر. هذاك علاش مش نشدوا في دين بعضنا مش نواصلوا مع بعضنا فيما هو مشترك، لان المعركه نتاع الديمقراطيه ما زالت ما انتهتش. وفي وسط الاسبوع ثم مقترح نتاع باش في وسط الاسبوع القادم جبهه الانقاذ تجلس وتناقش تقيم اللي فات وتشوف ايش تنجم تعمل معنا في المستقبل. علما وانه هيك شفت حتى البارح كي المسار عمل ندوه صحفيه والجبهه الشعبيه عمل ندوه صحفيه تقريبا المواقف قريبه لبعضها. طيب تقريبا اتينا على المحاور. باش نمنح لك كلمه ختام في الاخر. شنو هي الرساله اللي الجبهه الشعبيه وحمد الهمامي حب يوجهها للمتفرجين وللشعب التونسي واحنا في المنعرج الجديد من الانتقال الديمقراطي؟ نحب نقول للتونسيات والتوانسه اللي بالمجد نحن تو في مرحله جديده، والمرحله الجديده هذه مش يكون ثم فيها عنوان كبير اللي هي الانتخابات الجايه باش نحطوا مؤسسات تونس فهمتي منها الجديده. وهذاك علاش لازمنا نبقاو يقظين متمسكين بحريتنا متمسكين بحقوقنا، ما خلوش الدستور على الورق وانما نحولوه الى ممارسه، نحولوه الى مؤسسات، نحولوه الى قوانين. ان نبقاو دائما وابدا متفائلين، نذكروا رواحنا عام التالي فانا وضعيه كنا أن نشوفوا اثناء وصلنا بك النضال وبك الصمود وبك المقاومه هذيك، حققنا حوايج جديده وحوايج منا فيها مكاسب وخرجنا تقريبا من عنق الزجاجه. هذاك علاش نحب نقول للتوانسه وانه ابقاو متفائلين، والصعوبات يلزم تعطيكم طاقه باش تزيدوا تخدموا بلادكم اكثر وتخدموا مصالحكم معناها اكثر وتنجزوا فهمتي من المخير، وهذا راهو ممكن. يعطيك الصحة سي حمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، على حضورك معنا اليوم وتوضيح لكل هذه النقاط. طبعا فهمونا علاش واسترولاب تي في تبقى مفتوحة للجبهة الشعبية ولحمد الهمامي. مرحبا بك في كل وقت. نشكر السادة المشاهدين على حسن الانتباه. خلينا نوجه تحية قبل ما نختموا ونباركوا لصديقنا المخرج شرف الدين زموري على المولود الجديد اللي نضاف له. ان شاء الله مبروك، ان شاء الله يتربى في عزك. بالبركة. شكرا. اذا اليوم فهمونا علاش وفاه موعدنا نهار 3 مع ضيف جديد وقضية جديدة دائما في قلب الحدث السياسي. بسلامة.